أهلا بيكم. لقيت ناس عاملين فيديوهات تحذيرية وبيقولوا خد بالك التيك توك بيراقبنا، والذكاء الاصطناعي بياخد معلوماتنا، والموبايل بيسمعنا. حبيبي، الموبايل مش بيسمعك من غير إذن. وانت بتنزل أي تطبيق وافقت بنفسك على الوصول للكاميرا والميكروفون واللوكيشن وحتى أحلامك القديمة، وبقى بيسمعك ويشوفك وعارف بتحب ايه وبتكره ايه، وبقيت بالنسبة له كتاب مفتوح. وبعدين تيجي تقولي خايف على خصوصيتي؟ خصوصيتك ايه يا نجم؟ ده جوجل بيعرفك اكتر من نفسك. يعني حضرتك مش بس متراقب، ده الموبايل بقى جزء من شخصيتك. اسنانك بتوجعك، يقوم يطلع لك اعلان لدكتور قريب من بيتك. ولو جعان يرمي عليك اعلانات لمطاعم قد كده، واحنا بنفسنا اللي بنديله الإذن من غير ما ناخد بالنا. لما بتنزل أي تطبيق بيطلع لك شروط، فحضرتك بقى بتضغط موافق من غير ما تقرأ، ومن اللحظة دي بقى سامعك وشايفك وعارف كل بلاويك، حتى البنت الرقاصة اللي بتحب تتابعها عارفها. وبعدين احنا اللي غلطانين، بنصور نفسنا بشكل هستيري واحنا بناكل، واحنا بنعيط، او احنا بنسجل ريفيو عن اي حاجة، وبعدين نقول دول بيتجسسوا علينا. ده لو في حد بيتجسس علينا كان زمانه زهق من اللي بنعمله. يعني بدل ما نقلق من الذكاء الاصطناعي، نقلق من الغباء البشري اللي بيرمي نفسه في حضنه ويقول له يلا يا عم راقبني براحتك. فيا ريت بقى ما تحطش الموبايل جنبك وانت بتغير هدومك، ولا تخليه يقتحم خصوصيتك وانت نايم. فهمني طبعا. يعني خلي في مسافة أمان بينك وبينه. التكنولوجيا زي ما هي مفيدة ليها أضرارها، والشاطر مش اللي يخاف منها، الشاطر اللي يعرف ازاي يستفيد منها ويتعامل معاها بحرص من غير ما يرمي نفسه في حضن التطبيقات ويقول لها بلعيني. في النهاية لو عجبك كلامي اعملي لايك، ولو ما عجبكش اعمل لايك برضو، يمكن يعجبك بعدين. سلام.